كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة حبيت اوريكم افكار سهلة وسريعة للعيد الاضحى او اي عيد يعني. فلو انتي محتارة تعملي ايه وعايزة حاجة سريعة ومميزة، تابعي معايا لاخر الفيديو عشان فعلا هيفرق معاكي. اول فكرة معايا وهي فكرة وردة كروشيه. عملت طبعا البتلات بتاعة الوردة وجبت العود دوت ولفيت بيه خيط، وحاولت بقى ألزق بصمغ او اي مسدس صمغ معاكي وتلفيها حوالين بعضها كده بالشكل ده، وده بيكون شكلها. بكون عاملة ورق الشجر والحتة اللي في القاع دي بتبقى حلوة جدا بصراحة. ممكن تعملي بوكيه منها او تهديها كوردة، بس بتبقى هدية لطيفة ولذيذة كده. ممكن كمان تعملي مفرش كروشيه، طبعا ده طالع ترند وشرحته على قناتي. ممكن يتقلب كبوكيه كده بيبقى شكله برضو حلو. ده بقى فطر كروشيه. انا كنت هنا قاعدة بخيط النقط البيضة اللي فوق. بيبقى ليه مميزات كتيرة قوي، ان هو ممكن يبقى حامل مجوهرات او تحطيه كديكور كده في الأوضة، بيبقى شكله بصراحة جميل جدا. بتبدأي بالجزء اللي تحت اللي هو باللون الأخضر ده كده، دايرة سحرية وتقعدي تزودي فيها، برضو شرحتها على قناتي. مفيش أي حاجة بحطها هنا غير يكون شرحتها. وبعدين تبدأي بالجزء الأبيض وبعدين الجزء اللي فوق، وتبتدي بقى آخر مرحلة اللي هي الخياطة زي ما بعملها قدامكم دلوقتي. أنا عاملة منه وحاطة في الأوضة بتاعتي، فبتبقى فكرة حلوة بصراحة. ده برضو شكله وأنا حاطة المجوهرات. مجوهرات ايه؟ الاكسسوارز يعني. في بقى حاجة اسمها تابستري كروشيه. كانت مرة جربتها، كانت عملت هدية لاخويا. دي شكلها كنت لسه في نصها، بتتعلق كده في الحيطة. تعملوا اي رسمة كيوت انتوا حابينها، مش شرط تبدوها صعبة، تبدوها حاجة سهلة كده وبتبقى حلوة خالص. بصوا بقى الميدالية الكيوت دي اكتر ميدالية انا حبيتها، بس ضاعت مني، اسمها طمطم، فبتبقى لذيذة خالص. وكمان الميدالية ممكن تعملوا شكل فراولة برضو لطيفة. في كمان فكرة فاصل كتاب تعملوه. انا عملت اسهل فاصل كتاب على شكل نبتة كده بيتحط جوه الكتاب، ده بيكون شكله في الكتاب تحفة. اما بقى مربعات جراني، انتي تقدري تعملي من مربع جراني كذا فكرة. ممكن شنطة او حتى كيسة الكوينز دي، مش عارفة اسمها، محفظة كوينز او حتى محفظة عادية. توكة مثلا بتبقى يعني مربعات جراني ليها افكار فظيعة وكتيرة. او ممكن ببساطة تعملي توكة طوق الورد دي. دي من اكتر التوك المقربة لقلبي يعني. استعملتها كتوق اصلا لوحده على الحجاب كده، كانت شكلها لذيذ خالص. برضو شرحتها على القناة. بصوا شكلها، يعني انا اصلا بحب الورد، فاي حد بيحب الورد او اللي بيهديه بيحب الورد، دي فكرة حلوة. عارفين بقى بندانات الشعر؟ بصوا دي بندانة شعر عملتها قبل كده، برضو بتبقى شكلها خطير على الشعر. وطبعا لازم يكون فيها ورد، مبقاش انا صنايع غير لما اعمل حاجة تكون فيها ورد. دي بقى نفس فكرة الفطر اللي انا عملتها لكم من شوية اللي كان لونه احمر، بس دي بقى تعليقة تتحط على الشنطة. هي كده بتتعلق كده على الشنطة. ودي تعليقة ورد برضو بتتعلق على الشنطة. شكلها لطيف خالص، ممكن تعملوها بأي ألوان. وفكرة كمان الكسترات دي من الحاجات الهدايا السهلة جدا، ما بتاخدش وقت. ممكن تعملي اللي هي على شكل باقة الورد دي وبتتحول تبقى باقة ورد زي فكرة مفرش الورد الترند، او كوستر عادي جدا اهو زي ده كده بالظبط. ودي بقى يعني هدية رقيقة وسهلة. الفراشة ممكن تعملي فراشات، بتبقى فكرة لطيفة برضو. او تعملي توك زي دي كده، التوكة اللي هي بتتحط على الشعر كله، او توكة صغيرة بتلم الشعر بيبقى شكلها حلو. او كمان تعملي قلب. في افكار كتيرة وسهلة، يعني شوفي انت ايه اللي مناسب معاكي وايه السهل والسريع اللي تقدر تخلصيه وتنجزيه. وبس يعني الفيديو خلص لحد هنا. اتمنى اكون فدتكم في الافكار دي. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب للقناة. اتمنى تدعموني الفترة دي بالذات، لان انا ما بقيتش انزل زي الاول، فيعني جايلي احباط
كبير جدا، لكن بكلامكم وتفاعلكم معايا بتخلوني استمر. فبإذن الله هتلاقوا مني افكار بإذن الله جميلة وجديدة. فتابعوني واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.